معظم الأحاديث رويت بالمعنى. على كل حال، المقصود هنا أن لما ذكرنا عن الغدير قلت ليس الخلاف في حدث الغدير، إنما الخلاف في أماكن أخرى. يعني التأويل بعيد كما ذكرنا عن ابن تيمية أن قصده المحبة، هل هذا معقول؟ نطرح ماذا ما قصد النبي في الغدير عندما قال السابقون أمر بأن يردون والمتأخرون بأن ينتظروا حتى يصلوا وتكنس الدوحات ويبنى منبر ويصعد ويقول أوشك أن أدعى فأجيب وتركت فيكم الثقلين، وهذا علي رأس الثقل الثاني، الثقلين والثقلين على اختلاف. يعني ماذا يقصد النبي هنا؟ هل هو ترشيح كما يرى الزيدية؟ هل هو فقط إعلام محبة كما يرى أغلب السنة؟ هل هو وصية صريحة كما يرى الإمامية؟ أنا هنا أقول الإمامية أصدق أو أقوى في التفسير، أصح. أخالف الإمامية في العصمة، في ولاية الفقيه، في الولاية التكوينية، في أشياء أخرى ماشي، بس يجب على الباحث إذا وجد شيء يقول هنا صح، يعني هنا الإمامية أصابوا. يعني حتى الأخوة الزيدية طبعا وليسوا كلهم يرون بأنه نص خفي، وإنما لعل أكثرهم يرى أنه نص خفي، لا بعضهم يرى أنه نص علني أيضا، نص. وهذا اللائق بالنبي، النبي عليه البلاغ المبين، ليس عليه البلاغ الخفي ولا عليه الواضح، وأظنه واضح جدا، بلاغ مبين يجعلها من عنقه في أعناقكم ثم تفتنون. البعض يقول إيش الفائدة؟ أنا قلت يبحث حتى يتفاهم الناس، ما قلنا يحيي علي من قبره ويولى، ما قلنا هذا، ولا قلنا يعود التاريخ. قلنا حتى الآن المعركة مشتعلة، لا بد أن نفهم. فإذا وجدتم بأن الإمامية قالوا بأن النص صريح والوصية صريحة، اعقلوها في علي بهذا، ولكم الحق أن ترفضوها فيما بعد علي، لأنه ما في نص نبوي يعني يصح عندكم، مع أن عندهم نصوص 12 خليفة كلهم من قريش، وهذا فيها تأويل، ما هي مشكلة. لكن المقصود نحن الآن في الغدير، فإذا أنتم أثبتتم بأنكم أهل صدق أثرتم في جمهور الشيعة. لماذا ما يتسنن كثيرا الشيعة إلا المساكين يعني ولا عالم شيعي تسنن؟ لأن حجتكم ضعيفة، خوافين. ابحثوا قولوا أما الغدير نعم نرى أن حجتكم أيها الأمامية صحيحة، طيب يلا تعالوا معنا في العصمة ستكون حجتنا أقوى. تمام. وأنه ما في لفظ عصمة في القرآن، وأن الله ذكر ألفاظ الثناء في القرآن، الصالحين أولو العزم كذا، ذكر أشياء ما ذكر المعصومين، فمن أين أتيتم بها؟ ثانيا عتابات الله لأنبيائه، ما هو معقول أنه في العصمة اللي يطرحها الإمامية أن تكون صحيحة. هنا ستؤثرون. أما أن تكونوا خوافين أنه لا، يعني لو أنت بالله عليك شهادة الله، لو أنت موجود وترى هذا البيان النبوي يوم الغدير تقول والله ما أدري إيش يقول، لا أنت كذا تتهم النبي. لا تجعل التهمة على النبي، اجعلها على هواك أنت. لا تقول بأن النبي والله ما كان واضح نص، والله ما أدري أنا وش يقصد. يعني الآن لو رحنا أنا ومجموعة عمرة ووقفتهم في الطريق وتكلمت وقلت توقف وبقول، ثم قلت لهم خطبة ثم نمشي، ويقولون والله ما أدري أنا وش يقول، هذا طعن فيا، صح ولا لا؟ فالطعن في النبي ما يقول والله ما أدري أنا وش يقول، أو يقول لا والله يبغى يبين محبته للإمام علي، غير مقنعة. نفس الشيء لو نحن في عمرة وقمت أنا في وسط الطريق وقلت اللي عدى نتصل عليه يرجع، والمتأخر خليه يصل، وجيت بمنبر وطلعت وبجواري صديق لي أو ابني، وأقول أيها الناس ترون أنا أحب ابني فلان العباس أو أبو بكر أو مالك وش يقولون عني؟ يقولون احنا عارفين، نحن نعرف انك تحب ابنك، ايش موقفنا كذا في الشمس؟ ما ليس معقولا، التفسير السني غير معقول للأسف. وهذا نتيجة الضغط السياسي. السياسة شرعنت بأن السقيفة فعل ممتاز، وانتبهوا للأمة وعاجلوا بالأمر قبل دفن النبي، وهذا يدل على أنها مهمة، راحوا هربوا للأمام
وأماتوا الغدير إلا في الأحاديث، وأحيوا السقيفة في التاريخ، والمفترض أن تحيي الأحاديث قبل التاريخ. فلذلك في كتب التاريخ غالبا ما يأتون إلى الغدير، يذكرون حجة الوداع ويسكتون عن الغدير. بعضهم قد يذكرها، بعضهم، لكن على استحياء. لكن السقيفة يستحيل أن ما يذكرها أحد، صح ولا لا؟ طيب، على كل حال